يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هنتكلم على واحد من المسلسلات اللي صدرت مؤخرا على نتفليكس، والحقيقة هو لفت نظري وكنت عايز أتكلم عليه، وهو مسلسل أمان فول. المسلسل لفت نظري بشكل رئيسي علشان بطله هو جيف دانييلز، واحد من الممثلين اللي بحبهم، وبشوف ان دانييلز عنده قدرة ان هو يشيل مسلسل لوحده ويبقى اهم سبب انك تتابع المسلسل علشانه. كان له مسلسل من فترة اسمه ذا نيوز روم، واحد من المسلسلات المهمة، ولو حد مهتم ان هو يشوف الساحة السياسية والإعلامية والمجتمعية في أمريكا، ممكن يكون ده مدخل كويس ليه ان هو يشوف حاجات ويبدأ يبحث من بعدها. والحقيقة المسلسل من كتابة ايرون سوركن، فمسلسل ممتع جدا. ونرجع لمسلسلنا اللي جايين نتكلم عنه النهاردة. المسلسل ده واحد من المسلسلات اللي فيه ميزة انه هو ملوش اجزاء، مسلسل 6 حلقات، عدد الحلقات مش كبير طبعا، مدتها مش طويلة، فاعتقد ان هو من المسلسلات اللي محبين المسلسلات ممكن يخلصوها في قعدتين كده. وقبل ما اخش في التفاصيل واقول ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش ونتكلم عن حاجات كتير في المسلسل، خلونا نفتكر مع بعض حكاية مسلسلنا. المسلسل بيحكي عن تشارلي كروكر، رجل الأعمال الكبير في أتلانتا، اللي بسبب ديونه الكبيرة بيتحرك أحد البنوك للحجز على ممتلكاته. ولكن التحرك ده وسرعته مدفوعين بضغائن وخلافات شخصية من 2 في إدارة البنك، تحديدا هم هاري وريموند. ولكن وضع كروكر تحت الضغط بيدفعه لتحركات بتأثر على حياته وحياة اللي حواليه. خليني أقول لكم إن المسلسل ده مأخوذ عن رواية بنفس الاسم وصدرت سنة 98، والرواية تعتبر رواية مهمة، ودايما بيتقال إن مؤلفها كان عنده نوع من أنواع النظرة المستقبلية، أو ممكن نعتبر إن كان عنده قراءة جيدة للواقع وقتها وقدرة على تحليله بشكل جيد، خلت الرواية يبقى ليها تقدير، وكمان نقدر نشوف فيها نظرة مستقبلية للي هيحصل مقارنة بوقتها، لأن سنة 98 يعني الأيام جرت من وقتها. المهم إن كل ده أنا بقوله ليه؟ لأن من ضمن الانتقادات الموجهة للمسلسل بشكل متكرر جدا هي إنه يعتبر نص تلفزيوني مش على قد الرواية، أو معرفش يستفيد من الرواية بشكل جيد. في رأيي في تحامل نقدي على المسلسل، أنا معرفش الرواية شكلها إيه وممكن تكون أحسن من المسلسل، بس المسلسل مش سيء، هو جدير بالمتابعة. هو مش مسلسل عظيم، مش ماستر بيس بقى اللي هو ما حصلش زيه، ولكن الانتقادات كتيرة قوي، فيعتبر التحامل ده مش مفهوم بالنسبة لي. وزي ما قلت المسلسل 6 حلقات، وعدد حلقاته مش كبير ومدتها مش طويلة، ولكن بيتكلم عن صراعات البيزنس والعنصرية في أمريكا والنظام القضائي في أمريكا، تحديدا في ولاية جورجيا، وشكل الساحة السياسية داخل ولاية جورجيا اللي دايما بتبقى مهمة جدا في الانتخابات الأمريكية، وبتبقى فيها أحداث مثيرة جدا على المستوى السياسي، وممكن تعتبر إن كمان يعني نموذج مصغر لبعض الحاجات في السياسة الأمريكية. المميز بقى بالنسبة لي في المسلسل ده هو قدرته على ربط الخطوط اللي قلتها دي، وإنه يعمل تشابك بينها بشكل حلو. وكان في نقطة اختلاف نسبيا في صراع البيزنس، ان المتصارعين في المشكلة دي وهم كروكر، والجانب الاخر اللي هو البنك ممثل في هاري وريموند. ال3 شخصيات دول كل معسكر فيهم بيحاول يثبت ان هو اقوى وارجل من التاني، ارجل دي بالمعنى الحرفي، يعني كل واحد سواء كروكر وقصاده هاري وريموند كلهم مهتمين ان يثبت للجانب الاخر ان هو هيعلم عليه وارجل منه بجد، مش مجرد ان احنا هنكسب او هيبقى معانا فلوس اكتر او اي حاجة من الحاجات دي. لا، احنا بنكرهه احنا عايزين نوقعه كله، ولكن احنا عايزين نعلم عليه ونثبت ان احنا ارجل منه. فالمنظور ده في الامور كان غريب شوية، واعتقد في مسلسل زي ده الشخصيات هتكون مدخلنا للكلام عن تفاصيل كتير قوي جوه المسلسل. وخلونا نبدأ بشخصية تشارلي كروكر، الشخصية الرئيسية. شخصية كروكر هي شخصية ترامبية الطابع إنجاز التعبير. كان في جزء كبير كده من الشخصية بيفكرني بدونالد ترامب، سواء حتى تسريحة الشعر، الستايل، الطريقة اللي بيتكلم بيها كده مع الناس بشكل فيه تحدي. أعتقد من ضمن المراجع اللي اعتمد عليها جيف دانييلز في التجسيد بتاعها هي شخصية ترامب. وشخصية كروكر هي شخصية معقدة جدا، شخصية عندها قدر كبير جدا من الغرور، عندها قدر من السوقية في تصرفاتها وفي كلامها، أحلام غريبة بالخلود، واهتمام إلى حد كبير بمصلحتها،
ورؤية للأمور من زاويتها الخاصة فقط، ما بيحسبش اللي حواليه بيبصوا ازاي للأمور. يعني حتى لما بيتفاوض مش بيحاول يقرب من وجهة نظر الشخص اللي قدامه، بالعكس هو عايز كل حاجة تمشي بأسلوبه. وده حتى بنشوفه لما بيحاول يقنع رجل أعمال تاني مهم وكبير يشتري حصة في مجموعته ويكون ده منفذ لإنقاذه من أزمة البنك. بياخده معاه الرحلة في مزرعته وبيتصرف مع الراجل تصرفات غريبة جدا، لدرجة إن الراجل بيتقفل منه وبيبقى بينهم شبه عداوة، لأن هو اتصرف من منظوره بالشكل اللي هو عايز يفرض بيه شخصيته وآراءه على الناس. وكمان ما عندوش مشكلة يدخل في صفقات سياسية انتخابية في سبيل ان هي تكون حل ليه في مشكلته مع البنك، والتمن اللي هيقدمه في الصفقة دي معلومات عن واقعة اغتصاب تورط فيها احد المرشحين اللي يعتبر صديق قديم ليه، والضحية واحدة من الناس اللي في دايرة كروكر المقربة، بس هي مش عايزة تفصح عن اللي حصل لان حسب كلامها التفاصيل في دماغها مش واضحة في الليلة دي، لأن هي كانت متقلة في الشرب، والسبب الأهم إن هي خايفة على سمعتها بحكم شغلها في الإعلانات وكونها شخصية عامة. في آخر ثانية بيتراجع بسبب ابنه، بس قدرته على المسايرة والتلاعب بالجميع، ولولا وجود ابنه ورفضه للموضوع ده هو كان عمل الحكاية دي. فهو ما عندوش أي مشكلة يعمل أي حاجة علشان مصلحته، وفي الأول وفي الآخر بيشوف الأمور من منظوره الشخصي وعايز يمشي كلمته ويكسب الحاجة اللي هو عايزها. كمان نفسه يكون الأقوى في أي موقف حتى لو بدنيا. يعني بنشوف موضوع إن هو كان عنده مشكلة في ركبته هيغير مفصل، فبيقبل إن هو يركب ركبة هيدروليك أو هيدروليكية، يعني بيبقى ليها ميكانيزم كده في التحكم فيها. حتى الدكتور كان مستغرب، يعني هو عرض عليه الحكاية كده بشكل سريع كده حاجة على الماشي، ولكن هو مسك في الموضوع وبقى عايز يركبها وخلاص قافلة معاه. والراجل يقول له دي يعني تحت التجربة السريرية، يعني لسه مش مؤكدة، ولكن هو خلاص شايف ان هو لازم يبقى الأقوى صاحب أقوى ركبة. لدرجة حتى بسبب ان الموضوع بحثيا ما كانش مكتمل، لما كان بيتحرك بيها كانت بتعمل صوت غريب كده شبه صوت المواتير الصغيرة. ولكن على الصعيد الآخر كروكر ما تقدمش كشخصية شيطانية بحتة، يعني بنشوف اهتمامه بالفريق بتاعه، وده أساسا بيكون مدخلنا لحكاية كونراد ومشكلة العنصرية في ولاية جورجيا وفي أمريكا بشكل عام. وعلى صعيد التجسيد مش محتاج أقول إن جيف دانييلز كان أهم ممثل في المسلسل، كان نقدر نقول إن هو أهم عنصر قوة في المسلسل بالنسبة لي. أداؤه ممتاز وعارف يخطف الكاميرا من أي ممثل قصاده. ومن كروكر ننتقل إلى ريموند، وهو الشخص المسؤول على إنه يكون من طرف البنك لمتابعة القروض اللي ادوها لكروكر، وده خلاه يتواجد معاه بشكل كبير لفترة طويلة. وده هو سبب الأزمة بقى اللي عنده، لأن كروكر في أوقات كتير كان بيعامله باحتقار، ويمكن بشكل أدق بيعامله إنه مش موجود أصلا، وده خلاه عايز يوريه إنه هو موجود وهيعمله صداع مستمر وهيطلع له مشكلة في كل حتة في حياته. المشكلة ان بالتزامن مع ده ريموند بقى ما عندوش ثقة في نفسه، وده ممكن نحس بيه في لحظات كتير. شخصية تابعة رغم اصراره ان هو يكون مصدر المشاكل، بس في الاول قبل الاحداث ما تنطلق في المسلسل بنلاقي في التاريخ بتاع الشخصيات وهم بيتكلموا ان هو كان تابع لكروكر، وبعدين في الخناقة مع البنك بنلاقيه تابع لهاري. هو الطبيعي ان منصبه اصغر في الحالتين، بس حتى لما قرر يتصدى للامور ويقودها بشكل منفرد الدنيا ما زبطتش معاه والامور ما مشيتش برضه زي ما هو عايز. رغبة ريموند في تحدي كروكر امتدت للحياة الشخصية، لان هو بيقرر يدخل في علاقة مع طليقة كروكر وام ابنه في سبيل انه يحرق دمه مش اكتر. ولما بنشوف ازاي حتى بيتكلم على الموضوع مع نفسه او مع ام ابنه اللي علاقته بيها شديدة الغرابة، هنشوف مدى عمق المشكلة النفسية اللي عنده والأزمة اللي سببها كروكر ليه، لدرجة ان هو بيقول انا علاقتي بيه غريبة، انا من كتر حبي ليه او اعجابي بيه بكرهه.
المشكلة في رأيي إن الشخصية دي معقدة وغنية جدا، بس أداء توم بيلفري ما كانش كويس طول الوقت. هو علشان أكون دقيق كان أداؤه أقل من قيمة الشخصية اللي بيجسدها. أداؤه مش ثابت، يعني مرات يكون كويس أو مقبول ومرات وحش، مع إن الشخصية فيها فرصة إنها لو مع ممثل كويس يطلع بسببها أداء ممتاز. وننتقل لشخصية هاري، اللي رغم كونه من نفس فريق ريموند بس الشخصية دي هي الخصم المميز بجد لشخصية زي كروكر. الواضح ان بينهم تاريخ قديم من ايام الجامعة، بس رغبته في الايقاع بكروكر مش بتخليه يتخلى عن حذره وذكائه، ان هو بقى بيعرف امتى يهجم وامتى يهادن ويقبل بتقدم خصمه في انتظار جولة تانية. الحوارات بينه وبين كروكر بتبين فكرة ان فعلا كل واحد عايز يبان ارجل قصاد التاني، ومشاهدهم كنت بستناها لقوة الصراع بينهم. وفي نفس الوقت بنشوفه ازاي بيدي نصايح لريموند وهو مش بيستفيد منها تماما وبيبوظ الدنيا زي ما قلنا. وأداء بيل كامب للشخصية كان متميز ولايق عليها، وأضاف ليها حتى على مستوى أسلوب الكلام والشكل الخارجي للشخصية. ومن هاري ننتقل إلى شخصية روجر، اللي أنا بشوفها من أهم الشخصيات في المسلسل. روجر إلى حد بعيد هو الشخصية اللي بتربط خطوط المسلسل الرئيسية ببعض، لأن هو رئيس الفريق القانوني لكروكر، فبنلاقيه متداخل معاه في أزمة ديون البنك. لما بتحصل مشكلة كونراد جوز مساعدة كروكر هو بيتصدى للموقف، وصداقته بوز العمدة الحالي للمدينة بتكون مدخل إن كروكر يتلقى العرض بفتح صديقه القديم المنافس لوز في الانتخابات، في مقابل إن العمدة يتدخل ويخلي البنك يهدى شوية عليه، بحكم إن مجلس المدينة هو من أهم المذيعين لدى البنك. روجر هو الشخصية المساعدة المميزة بالنسبة لي في المسلسل هو وهاري، وده مش من فراغ، لأن هو بنشوفه شخصية عندها مبادئ وبتضطر تتخطاها كذا مرة، يمكن عكس كروكر لأنه ما كانش معجب بفكرة الصفقة مع العمدة اللي هو صديقه. بس في نفس الوقت على فكرة شخصية العمدة دي كانت كاشفة جدا لتاريخ روجر، والاختلاف بينهم كان مخلي المشاهد بتاعتهم حلوة، لأن رغم أن الصداقة اللي بينهم قوية بنشوف الاختلاف في الشخصيات بينهم. روجر صاحب المبادئ وويز البراجماتي اللي ممكن يعمل أي حاجة علشان مصلحته. الحاجة الملفتة في روجر كمان إنه دايما محطوط في وضع مش عايز يكون فيه، يعني هو أساسا مش حابب الشغل مع كروكر، بس قبل ده بسبب المقابل المادي اللي كان صعب جدا يرفضه، يعني ما كانش هيلاقي العرض ده في حتة تانية. وبنلاقيه زي ما قلنا في القصة بتاعة ويز، وده بيخليه مش مرتاح وتحت ضغوط، وبيضطر انه يدافع عن كونراد رغم انه هو مش محامي جنائي، بسبب انه لما حضر معاه المحاكمة في الاول حس انه مساعدوش وزود توريطه. وهنا بياخد الموضوع تحدي مع القاضي العنصري ومع نفسه وبينجح، فدايما بنلاقيه شخصية محطوطة في اختبارات مستمرة. وعلى ذكر المحاكمة، رغم ان هي تعتبر فكرة مش جديدة يعني في الدراما، وكمان الحادثة بنلاقي ان المتهم اسود ورجل الشرطة ابيض والقاضي ابيض ومتحيز ضد المتهم، بس التناول كان حلو، واداء الشخصية بتاع كونراد كمان كان كويس وخلى فيه بعد درامي كويس للاحداث. وفي شخصية روجر عجبني جدا أداء أمل أمين الممثل البريطاني اللي أدى الشخصية، لأنه كان لايق وعدى بالشخصية في كل الاختبارات اللي قلتها. وطالما اتكلمنا عن أداء شخصية روجر، حابب أتكلم عن شخصية ويز، لأن الشخصية كانت مكتوبة كويس، بس اختيار ويليام جاكسون هاربر لأداء الدور كان غريب. هو بيعمل العمدة الشعباوي القريب من الناس، بس بصراحة ما كنتش مصدقه. حسيت في الأول إن هو ممكن شكله أصغر سنا من إن هو يبقى صاحب روجر والعمدة، ولكن لما بصيت على جوجل لقيته أكبر من أمل أمين نفسه ب5 سنين، فطلع فكرة السن مش هي المشكلة. هو ما كانش مديني الإحساس بتاع العمدة، هو ممكن يكون يعني في شخصيات تانية كويس، لأنه هو ممثل مش سيء على فكرة، ولكن زي ما قلت مثلا أمل أمين كان لايق قوي في شخصية روجر ومالي مركزه كمحامي كبير وبيعمل كل الحاجات اللي قلت عليها دي. ويليام جاكسون هاربر ما كانش لايق بالنسبة لي في شخصية العمدة، مش عارف ليه، رغم انه هو حاول على مستوى التمثيل، ولكن برضو احيانا بتلاقي في ممثلين مش لايقين في الشخصيات اللي بيمثلوها. ومن الشخصيات ننتقل للصورة بتاعة المسلسل اللي ما كانتش مميزة خالص. الحاجة الوحيدة اللي كنت بتعجبني فيها هي المشاهد بتاعة المواجهة في البنك،
كانت مميزة على مستوى الإخراج. غير كده الصورة كانت عادية جدا جدا جدا. الموسيقى كمان نفس وضع التصوير كانت عادية قوي. ويمكن الحاجة الحلوة في الموسيقى كلها هي اختيار بعض الأغاني كانت بتبقى لايقة على الحلقات والمواقف، ولكن الموسيقى التصويرية نفسها ألحانها كانت عادية جدا. فبصراحة كنت أعتقد إن الموسيقى والتصوير كان فيه فرصة إن هم يبقوا مميزين أكتر من كده، بس برضو ما كانوش سيئين، كانوا عادي جدا جدا. وعلى قد ما كان فيه اهتمام بالشخصيات وكمان بالخطوط الرئيسية، كان بيحصل فجوات كده ساعات بتبقى فصيلة شوية. يعني قعدنا نتكلم عن تجميع الكفالة بتاعت كونراد كتير قوي قوي قوي، وفي الحلقة الخامسة حصل نطة كده واتلمت الحكاية بعد كتر الكلام الكتير قوي عن صعوبة الإجراءات اللي هتتعمل. محدش جاب سيرة الحكاية وهي بتتعمل، اتكلموا عن كل الصعوبة اللي هنمر بيها، والموضوع كده خلص بسرعة سريع سريع علشان ننقل على اللي بعده. فحسيت ان في فجوة درامية. اخر حاجة حابب اتكلم عنها هي النهاية. هي النهاية كتنفيذ فيها شيء من الرمزية اللي حسيت ممكن ما تكونش مقنعة، بس اللي أدت ليه النهاية هو اللي كان حلو ومقنع. يعني كروكر بيروح يتخانق مع ريموند في بيت طليقته، وبعدين في وسط الخناقة بسبب مشكلة صحية سبق ذكرها في المسلسل، هي إن إيده بيحصل لها تشنج كده، فده بيحصل وهو خانق ريموند فبيموت. هو مدى صحة القصة دي طبيا ومنطقيا عليه علامة استفهام بالنسبة لي. ومن بعده كروكر بيجيله أزمة قلبية وبيموت. هو نهاية الشخصيتين بالنسبة لي مستحقة وطبيعية، وطبيعي إن هم يكونوا سبب نهاية بعض، واللي دفعهم للحظة المواجهة دي وإنهم يبقوا سبب في موت بعض في حالة كروكر هو غروره وطموحه القاتل وأسلوبه، وفي حالة ريموند هو غله وهوسه بكروكر زي ما قال. فالنتيجة بالنسبة لي تعتبر منطقية بأسلوب إلى حد ما غير منطقي. والحد هنا خلص كلامي عن المسلسل. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت اللي مش عامل سابسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.